الأستاذ قيس سعيد، أخصائي بالقانون. انعقد صبيحة هذا اليوم اجتماع برئاسة السيد رئيس الجمهورية ضم الرؤساء الثلاث إلى جانب السيد رئيس الجمهورية، السيد رئيس الحكومة ورئيس المجلس الوطني التأسيسي، إلى جانب الوزارات المعنية وتحديدا وزارة الدفاع الوطني ووزارة الخارجية ووزارة الداخلية وقائد الأركان السيد رشيد عمار، لتداول الرأي وتحديد الموقف التونسي بشأن ما يجري في جمهورية مالي الشقيق. وقد خلص الاجتماع إلى اتخاذ موقف موحد لمجريات الأمور في جمهورية مالي الشقيقة وللأزمة التي يشهدها هذا البلد الإفريقي على إثر الأحداث الأخيرة التي شهدتها جمهورية مالي الشقيقة، والتي تمثلت في توسع نطاق الحرب وتقدم بعض المجموعات المسلحة العنيفة باتجاه عاصمة البلاد باماكو، بما أدى إلى تدخل عسكري فرنسي بطلب من حكومة مالي الشقيقة. فإن الجمهورية التونسية تعبر عما يلي: أولا، تؤكد دعمها لسلامة مالي الشقيق ووحدة ترابه الوطني، وتدين كل أشكال التهديد الذي يتعرض له من طرف مجموعات إرهابية مسلحة. اثنين، تتفهم القرار السيادي الذي اتخذته الحكومة المالية لمواجهة المخاطر الأمنية المحدقة بالبلاد وخصوصا على العاصمة باماكو، وتدعو إلى احترام مقتضيات الشرعية الدولية وخصوصا قراري مجلس الأمن الدولي رقم 2071 و2085 المتعلقين بجمهورية مالي الشقيق. ثلاثة، تدعو إلى إطلاق حوار سياسي وطني شامل بالتزامن مع هذا الجهد العسكري، بما من شأنه أن يدرأ المخاطر ويدمج القوى الوطنية التي لا تلجأ إلى استخدام السلاح. أربعة، تحث دول الساحل الإفريقي ومجموعة دول المغرب العربي إلى معاضدة الجهود وتوحيد التنسيق والسياسات الأمنية لمواجهة هذه المخاطر الأمنية المحدقة، خاصة وأن دول المغرب العربي معرضة باضطراد إلى تبعات النزاع المالي. خمسة، تدين عملية اختطاف مواطنين جزائريين ورعايا أجانب على الحدود الجنوبية الجزائرية من طرف مجموعات إرهابية مسلحة، وتعبر عن تضامنها الكامل مع الأشقاء الجزائريين في مواجهة هذا العدوان. 6، وأخيرا، تنبه إلى التبعات الأمنية الخطيرة لأزمة مالي على عموم دول الجوار بما في ذلك تونس، وتحث سائر القوى الوطنية ومكونات المجتمع المدني إلى تحمل مسؤولياتها لتصدي لظاهرة العنف والإرهاب ومعاضدة الجهود الأمنية والسياسية والتوعية الثقافية والدينية لعزل المجموعات العنيفة. هذا هو نص البيان.